السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد بس مش اي فيديو. النهاردة هنخلل اللفت. طبعا احنا في الشتاء ومش عاوزين نخلي اللفت يتقطع من عندنا طول الشتاء. اللفت من المخللات الشتوية الجميلة جدا، وفي نفس الوقت بتبقى رخيصة وما بتبقاش غالية، وسهل جدا جدا في التخليل، يعني بيستوي بسرعة كمان. انا هنا جايبه 3 كيلو من اللفت متنضفين زي ما احنا شايفينهم كده، وبخليهم بالعروش بتاعتها وبقطعهم 4 زي ما انتم شايفين كده بالظبط. لا انا ما بحبش الصراحه اجيب اللي هو الكبير، انا بحب الصغير. وجايبه كمان جزر. معاهم كمان بنجرايه. البنجرايه دي انا عاملاه، انا على فكره مفرزاه من السنه اللي فاتت، ساعتها كنت جايبه الكيلو ب5 جنيه. في الموسم لما بيبقى تلاقي البنجر رخيص، يبقى هاتي منه شويه كده واغسلهم كويس وحطهم في كيس وحطهم في الفريزر. هيقعدوا معاكي من سنه لسنه، ولا هيتجلد ولا هيتغير طعم ولا اي حاجه، زي ما احنا شايفين. هنقشره كده بكل سهوله، بيتقشر معانا زي ما احنا شايفين في الفيديو. ولونه، شوفوا انا ايدي كلها بقت مليانه اللون الاحمر الجميل دوت. وعاوزه اقول لكم برضو ان في فيديوهات يقولوا مثلا ان احنا نحط ميه سخنه او ميه مغليه على البنجر. لا يا جماعه، انا جربت الموضوع دوت، خلى البنجر مدي لون مش الاحمر الجميل اللي احنا شفناه ده، مدي لون باهت كده مش حلو. لا ما تعملوش الموضوع ده، الموضوع ده مش حلو ومش هيدي نتيجه كويسه. بعد كده هنحط اللفت في البرطمان، نحط طبقه لفت وطبقه جزر ونص البنجرايه كده برضو في النص نقطعها، ونحط برضو النص فين في الاخر. بعد كده دول لترين من الميه، حطيت عليهم 3 معالق كبار من الملح، وهنقلب الملح وهندوقها. لو لا هي الملحه يعني بيبقى الملح زايد سنه بسيطه، ما بيبقاش زايد زياده عن اللزوم، ولا بيبقى الميه تبقى دلعه او يا دوبك بس يا دوبك متملحه، لا تبقى زايده سنه كده بسيطه، علشان لو قليله اللفت هيسود منك وهيبوظ، مش هتخلي كويس. بعد كده كان ناقص طبعا مج، زودت المج ومن غير ما احط ملح ولا حاجه، وزي ما احنا شايفينه كده، ده كده بعد ساعتين لونه. فانا حبيت بس اصوره لكم البنجرايه لونها ازاي بعد ساعتين. هنا بقى بعد 3 ايام، بعد 3 ايام هتفتحي عليه وهتاكلي منه احلى لفت مخلل. اللون بتاعه، اللون البنك الجميل بتاعنا اللي بيبقى بتاع اللفت الجميل دوت. والجزر برضو طعمه حلو قوي، الملح كان مظبوط. ميه اللفت جميله جدا لعشاق بقى ميه الترشي. الميه اللفت دي جميله جدا، هيشربوها زي ما الترشي بالظبط، بل طبعا دي احلى وانضف بكتير. احنا عارفين احنا مخللين الميه نضيفه ازاي ومتفلتره، البرطمان نضيف، الحاجات اللي احنا حاطينها نضيفه. احنا طبعا عارفين حاجه البيت غير حاجه الشارع تماما. وزي بقول لكم الميه لونها تحفه تحفه. وعاوزه اوريكم برضو الليفت من جوه. لو انتوا عاوزين تجيبوا بقى الليفت اللي هو الكبير، انا بحب الصغير ده. لو انتوا عاوزين تجيبوا الكبير، هاتي اللي هي الوسط، ما تجيبيش الكبيره قوي، عشان الكبيره قوي هتبقى من جوه كده فيها متليفه كده من جوه، تبقى فيها يعني اللي هي الشيخه زي اللي احنا بنقول عليها دي، ما بتبقاش حلوه. هاتوا اللي هي الوسط. ولو احنا عاوزين تعملوه رمضان، ممكن تعملوه بالرمضان اللي هو الصغير ده برضو. لو جبتوه هتعملوه من غير بقى ما تقسموه 4 ولا اي حاجه خالص، لا تخلوها كده بس يعني زي ما هي كامله كده زي ما هي. او لو الكبيره برضو خلطوها كامله زي ما هي وخلطوها كامله، هتقعد معاك لحد رمضان، ولا هتتهري ولا اي حاجه، بالعكس هتفتحيها بعد كده من جوه، هتقعد 2 3 هتفتحيها من جوه هتلاقيها لونها جميل جدا وبامبا وجميله، اللون البنك اللي بتاعنا ده. وطعمه مش قادره اقول لكم طعمه حلو ازاي، والميه جميله خطيره. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.